مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وزير الشؤون الخارجيه يزور الصين. حاكم اقليم عنسبه يتفقد مديريه اسماط. نتائج جيده للتدريب المهني في كركبت. عشرات القتلى في النيجر اثر انفجار شاحنه وقود. امين عام الناتو في تركيا لاحتواء ازمه صواريخ S-400. قتلى في تحطم طائره خاصه بالمكسيك. مرحبا بكم. والآن عناوين إلى التفاصيل. يقوم وفد عالي المستوى يضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآبة بزيارة عمل رسمية لجمهورية الصين الشعبية تستغرق 3 أيام. والتقى الوفد أمس 6 مايو في بكين بوزير الخارجية الصيني السيد وانغ يو، وبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير عثمان صالح على استعداد إريتريا لتطوير شراكة متينة مع الصين بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، وتتعاون إريتريا لقيام الصين بدورها في إحلال السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي. من جانبه أوضح وزير خارجية الصين السيد وانغ يو أن علاقات الصين مع الدول الإفريقية مبنية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتنظر بإيجابية للتطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، وهي على استعداد تام للمساهمة في هذه التطورات والدفع بها قدما، كما ترغب في بناء علاقات تعاون عميقة في جميع المجالات مع إريتريا على وجه الخصوص. وقيم الجانبان سير العلاقات والتعاون كما بحثا سبل الدفع بها. هذا وسيلتقي الوفد الإريتري على المستوى خلال زيارته للصين مختلف المسؤولين والمستثمرين الصينيين. تفقد حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في 5 مايو الطريق الجديد الذي يتم شقه لربط مناطق هوش وأروتا وإيرا وأسندا ببعضها البعض، والبالغ طوله 35 كيلومترا. وأكد السيد علي محمود بعد مشاهدة الأعمال الجارية بوتيرة جيدة بأن إدارة الإقليم ستعمل على تسريع العمل، وقد تم حتى الآن إكمال 15 كيلومتر من الطريق بالتعاون بين السكان وأعضاء قوات الدفاع في المنطقة، ويحتاج العمل المتبقي إلى الدعم الآلي لصعوبته. وفي ذات السياق يقوم سكان ضاحيتي أسندا وأوروتا بمديرية أسماط بتنظيم أنشطة حماية التربة وحفظ المياه، حيث يشارك السكان في أعمال النفير الجماعي بمعدل 5 أيام في الأسبوع للحفاظ على التربة وتنمية مصادر المياه وصيانة خطوط المواصلات وحمايتها. أوضح سكان آتاي وأقمايت بمديرية كركبت بأن التعليم الأكاديمي والتدريب المهني الذي تقدمه وزارة التعليم أحدث تغييرا في حياتهم المعيشية وتطور المنطقة. ويقدم التدريب المهني الذي بدأ في مطلع هذا العام بمنح مبلغ 600 نقفة شهريا للمشاركين في التدريب، ويشمل التدريب على المشغولات اليدوية ل110 امرأة خلال 3 أشهر، وتدريب الرجال في مجالات الزراعة والبناء ل6 أشهر. وقال عضو وزارة التعليم في إقليم القاشبركة المهندس كحساي تسفاي أن التدريب الذي يركز على تنمية البساتين قد بدأ ب50 متدربا، وبلغ عددهم في الوقت الحالي 120 متدربا. وذكر خبير البناء الأستاذ ميكائيل زكرياس أن 61 من أبناء المنطقة تلقوا تدريبا في البناء ل5 أشهر، ويستعدون في الوقت الحالي للتخرج، داعيا لتوفير معدات بناء إضافية. ومن جهتهم أشاد المتدربون بالفرص المتاحة لهم، مطالبين بتوسيعها وتطويرها بشكل تدريجي. أوضح سكان مدينة قردات بأن عدم وجود مكب للنفايات الصلبة والسائلة يعرض المدينة لتراكم الأوساخ، وعلى الجهات المختصة الاهتمام بذلك. وذكر السكان بأن النفايات ترمى بالقرب للأماكن السكنية ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وأصبحت تؤثر سلبا على جمال المدينة والصحة العامة. وأشار السكان إلى قيامهم أسبوعيا بنفير جماعي للنظافة، إلا أن عدم وجود شاحنات لنقل النفايات وتعطل المراحيض العامة في المدينة ووجود مسلخ الماشية في وسط المساكن فاقما من حجم المشكلة. وقال المدير الطبي لمستشفى غردات الدكتور ولد يوهنس أن تلك الظاهرة استمرت لفترة طويلة، ويقومون من جانبهم بالتوعية اللازمة حسب القدرات المتاحة.
وقد طلبوا إدارة المديرية باستمرار لإيجاد حل جذري للمشكلة، إلا أن مطالبهم لم تجد الاستجابة اللازمة. هذا وأفاد مراسل وكالة إيرينا في مديرية قرداد بأن أغلب نفايات المدينة ترمى في مجرى وادي بركة. قال مسؤول مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كداني أن البناء الجسدي والعقلي للمواطن عامة والشباب والأطفال خاصة وصقل القدرات العلمية والمهنية للطلاب وخلق الفرص للتعرف على هواياتهم مسؤولية كافة قطاعات المجتمع. وأوضح في ختام الأسبوع الطلابي لمدارس الإقليم الجنوبي المنظم في الفترة من 3 وحتى 5 مايو بمدينة مندفرة بأن تنمية معارف وقدرات المواطن من المهام الوطنية، وأن أندية المدارس تسهم كثيرا في هذا المجال. وشارك في الأسبوع الذي نظم على مراحل طلاب 12 مديرية بالإقليم الجنوبي، كما تنافس أكثر من 900 طالب في مناشط المسابقات والابتكار والمسرح والرقصات الشعبية والمعلومات العامة وفن الحوار وكرة الطائرة والسلة والقدم. وقدمت في ختام الأسبوع الجوائز للطلاب والمدارس الفائزة. هذا وسيشارك الطلاب الفائزون في منافسات الأسبوع الطلابي الذي سينظم بعد انتهاء العام الدراسي 2018-2019 على مستوى البلاد. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت حكومة النيجر أن 55 شخصا على الأقل قتلوا عندما انفجرت شاحنة وقود مقلوبة بينما كانوا يجمعون البنزين منها. ووقع الحادث على طريق سريع يربط مطار ديوري حمان الدولي بالعاصمة نيامي. وقال وزير الداخلية محمد بازوم أن 55 جثة متفحمة انتشلت من موقع الانفجار، كما تم نقل 37 مصابا للعلاج في مستشفيات غريبة. وأصدر الرئاسة بيانا في وقت لاحق ذكرت أن 3 من المصابين توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 فردا. قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي أن عواقب خطط تركيا لنشر منظومة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي مثيرة للقلق، في الوقت الذي أوضحت فيه واشنطن أنها ستفرض عقوبات بسبب ذلك. وقال ستولتنبرغ في أنقرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن حلف الأطلسي يرغب في تجنب الظروف التي يفرض فيها حلفاء عقوبات على بعضهم البعض. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال أن أنقرة لا تبعد نفسها عن حلف شمال الأطلسي الناتو على خلفية صفقة أنظمة S-400 مع روسيا. ودعت واشنطن تركيا للاختيار بين المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية من طراز F-35 التي تريد أنقرة الحصول على 100 منها. قالت السلطات المكسيكية أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة خاصة في طريقها من مدينة لاس فيغاس الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك. وقالت حكومة ولاية كواهيلا في بيان أنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي في منطقة جبلية نائية في بلدية أوكامبو الشمالية. وأضافت أن سجل الرحلة أدرج 13 شخصا على متن الطائرة، رغم أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن 14 شخصا كانوا في داخل الطائرة. وذكر البيان أنه لم يتم العثور على ناجين. وقالت المحطة التلفزيونية المحلية أن الطائرة الصغيرة التي تعمل بمحركين فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية بعدما انخفض بها الطيار لتفادي عاصفة عابرة. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار الرياضية، فابقوا معنا. الصعيد الرياضي، بات مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ أن حقق ذلك جاره اللدود مانشستر يونايتد عام 2009، وذلك باستعادته الصدارة من ليفربول قبل مرحلة ختام الموسم، وبعد فوزه الشاق على ضيفه ليستر سيتي بهدف رائع مقابل لا شيء من تسديدة صاروخية لقائده البلجيكي فنسان كومباني قبل 20 دقيقة من النهاية. وكان ليفربول قد انتزع الصدارة مؤقتا السبت بفوزه على نيوكاسل ب3 أهداف مقابل هدفين، لكن فريق المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا استعادها بفارق نقطة بعد تحقيق فوزه ال13 تواليا في الدوري.
ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحقق سلسلة من 12 انتصارا. لكن هذا الإنجاز لا يعني الكثير بالنسبة لسيتي، بل كل ما يهمه أن يخرج منتصرا الأحد من ملعب برايتون ليتوج باللقب، على أمل أن يضيف إليه أيضا لقب مسابقة الكأس التي يخوض مباراتها النهائية ضد واتفورد في 18 من الشهر الحالي، بعد أن سبق له إحراز درع المجتمع الذي يسبق انطلاق الموسم وكأس الرابطة أيضا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.